عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هكمل سلسلة حاجات هتستغربها هنا في ألمانيا، بس المرة دي حاجة هتستغربها في شغلك. كل شهر تقريبا في كل مكان هنا في ألمانيا غالبا بيبقى فيه زي اجتماع كده للتيم بتاع الشغل كله. تمام. بيبقى فيه اجتماع للتيم كله، وبعد كده بيبقى اجتماع لكل فرد على حدة عشان لو في حاجة شخصية عايز يتكلم فيها. طيب الاجتماع ده بيعملوا فيه ايه؟ بيقولوا ايه اللي حصل في الاسبوع اللي فات مثلا، في الشهر كله، وعملنا مثلا كذا او كذا، او في بروتوكول جديد مثلا محتاجين ان الناس كلها تعرفه عشان تشتغل عليه. دي حاجة. ثانيا بعد كده بيبدأ ان هو يخش اجتماع لكل شخص على حدة، اللي هو مثلا واحد عنده مشكلة شخصية. فانا شخصيا مثلا كان عندي مشكلة ان انا قاعد لوحدي واول مرة اسافر وبعيد عن اهلي، فبيحسوني ان انا قاعد كده حزين ولوحدي. فكانوا الصراحة ناس كتير بتستغرب اللي هو قاعد كده ليه. فلما المشرفة سألتني وقالت لي انا الناس حاسة ان انت مثلا مش بتتكلم معاهم، بتبقى قاعد لوحدك الكلام ده. ففهمتها الموقف وان انا حاسس ان انا مخنوق لاني لوحدي والكلام ده كله. فبدات ان المشرفه لقيتها بتقول لي على فكره في يعني تقدر تتواصل مع ناس عرب زيك ومسلمه وتخرج معاهم والكلام ده. قلت لها موجود بالفعل، بس الايه الوقت هنا ضيق شويه والوقت بيمر بسرعه. فلقيتها بتقترح عليا ان شاء الله الصيف داخل علينا هنا في المانيا، فانها هتظبط زي خروجه كده للتيم. انا تمريض على فكره وشغال في الرعايه. فقالت ان التيم الرعايه كله الناس اللي هي فاضيه في اليوم ده، يعني هنحدد يوم يكون الناس كلها تقريبا ايه فاضيه. الاغلبيه طبعا، لان طبعا مش كل الناس تاخد اجازه، وايه ونخرج في اليوم ده ونقضي يوم كويس والكلام ده كله. وكمان لقيت المشرفه بتقول لي على فكره انا عارفه ان انت مسلم، فلو كده انتوا تقدروا تجيبوا اكلكم معاكم، يعني لان الجارتن دي مش ملزمه يعني انك تجيب اكل او لا، يعني الناس زي ما هي حابه. فطبعا انا عشان مسلم هجيب اكل معايا، فقلت لها تمام وكده، وقالت لي ان شاء الله على تواصل وهنحدد اليوم باذن الله. فدي كانت موقف من Servus. الحياه هنا في المانيا. فالصراحه كنت حابب اشارككم فيه. حاجه جميله الصراحه. الدعم العاطفي هنا بيدعموك جدا عاطفيا، يعني حتى لو في مشكله ليك انت وبتتكلم فيها، والمشكله دي ممكن ناس تانية مثلا كعرب زينا او كمصريين ده مشكله تافهه عم انت بتتكلم في إيه، لا بيهتموا بده جدا. وبتلاقيهم بيقدروك انت فاهمني، وبيحاولوا يشوفوا معاك حلول ويفكروا معاك، بيدوك اهميه. انت فاهمني. فدي حاجه الصراحه كويسه جدا. هتستغربها شويه لان احنا مش متعودين على ده هنا في، يعني مش متعودين على ده في مصر يعني. فدي كان كل حاجة. أتمنى تكون المعلومة كويسة والناس تستفيد منها، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.